السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو. النهارده بقى جايه لكم بروتين قوي جدا. خطوه كنت مأجلاها، يعني بقالي كام يوم كده كل يوم اقول هعملها، بس مش عارفه بقى بكسل ولا قله فضا ولا ايه. بس خلاص حطيت في نيتي النهارده ان انا لازم اعملها. سميت الله ودخلت برجلي اليمين كده وقلت يلا بقى لازم تتعمل. وقبل بقى ما نبدأ الروتين بتاع النهاردة، لو انت اول مرة تشوفيني انزلي تحت اعملي اشتراك بسرعة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وعايزة بقى لايكات كتير، ويلا بينا نبدأ الروتين بتاع النهاردة. انا الشقة بتاعتي 3 اوض، اوضة النوم، والأوضة التانية حاطة فيها سريرين بتوع الأطفال والكومودينو، والأوضة التالتة حاطة فيها الدولاب والتسريحة بتوع أوضة الأطفال، لأن أنا الأوض عندي مش أكبر حاجة خالص يعني، صغيرين شوية. فقلت لأوضة الأطفال طالما احنا بنقعد فيها فمش لازم يعني أضيقها قوي وأحط فيها الأوضة كاملة، فممكن ايه ان انا اقسمها على الأوضتين. فالأوضة التانية حاطة فيها بس سريرين والكومودين، والأوضة التالتة بقى حاطة فيها الدولاب والتسريحة، وحاطة فيها بقى البطاطين والحاجات اللي هي الايه الزيادة ولعب يونس وكده. ف قلت بقى اخش بقى الخطوة دي ولازم بقى ايه تتنضف. كان فيها تراب، كمية تراب جامدة جدا، كانت متربة بصراحة. وشلت بقى السجاجيد ده، نفضتها مفيدة كويسة. انا بقول لكم ان الاوضه دي مش معتبريها من ضمن الشقه بصراحه، يعني حتى انا كنت في شقه وعزلت فحاطه فيها المشيات الزياده يعني اللي كانوا عندي في الشقه والاولانيه وملهمش مكان في هنا، فحطيتهم في الاوضه. وحاطه بقى من كل فيلم اغنيه. بس يعني اهو الحمد لله. وفضلت بقى اطلع كل حاجه من الاوضه وانفضها، واللي عايزه تمسح امسحها عشان ايه اضمن ان كل حاجه ما يبقاش عليها اي تراب، عشان لما ارجعها تاني بعد ما انضف ما يبقاش حاجه متربه. والستاير بقى نزلتها، خدتها دوره كده في الغساله، قلت عقبال ما اخلص الاوضه تكون الستاير يعني اتغسلت ونشفت. غسلتها على طول دورة على طول كده، وعقبال ما خلصت الأوضة كانت فعلا نشفت. واتشقلبت بقى في الأوضة، فضلت انفض فيها الحيطان والسقف والشباك، نفضتهم بقى تنفيضة كويسة. ولميت بقى اللعب، كل اللعب كانت متنطرة في كل الأوضة، يعني أنا الأوضة دي حاطة فيها اللعب بتاعت يونس كلها، فهتلاقوها بقى يعني كل حتة فيها لعب، فلميتهم كده كلهم على قد ما اقدر في الطبق ده. وبس. هفضل بقى يعني اطلع بقى بفضيت الاوضه كلها، طلعتها برا الاوضه عشان اعرف امسح وانضفها كويس. والمفارش دي برضو غسلتها في الغسالة مع الستاير، برضو نشفت على طول. انا قلت لازم اخد الخطوة دي يعني بضمير، عشان ايه؟ قلت اما اعملها لازم اكون عاملاها كويس. قلت بقى هشيل كل حاجة، فهو ده اللي كان مكسلني، يعني ان انا عايزة اعملها انضفها كويس، عشان بصراحة مقصرة فيها بقالي كذا يوم، يعني ما بنضف التنظيفة اللي هي السريعة بتاعة الشقة. ساعات اخش اروقها وساعات لأ، بس قلت خلاص بقى ما بديهاش لازم تتعمل. وهنا بقى مسحت، جبت الحتة دي كده وفي طبق فيه مية وصابون، وفضلت ان انا بقى يعني امسح بيها كل حاجة اللي هي تحتاج تتمسح. وهنا الركن ده بقى حاطه فيه البطاطين واللحيفة بتاعت اوضة النوم واوضة الاطفال. قلت بقى لازم طبعا اشيلهم وانفضهم كده، يعني امسح التراب من عليهم عشان انا امسح تحتيهم واحطهم تاني على النظافة. هنا الكفر يعني بتاع البطاطين كان اتقطع يعني برضو مطرح ما كنت بنقل وكده، فحطيتهم بقى في الكياس اللي هي الكبيرة دي، قلت عشان ما يدخلهمش تراب ويتبهدلوا. وبرضو كان في البطاطين فوق الدولاب، نزلتهم برضو عشان كان عليهم تراب، ونفضتهم ونفضت بقى فوق الدولاب كويس جدا. برضو عشان كان عليه تراب فنفضت عشان احط برضو البطاطين تاني على نظافة، ما يبقاش فيه تراب. يعني انا ايه ما كانش فيه اي تراب خالص، قلت عشان تبقى الدنيا نظيفة كده وتبقى الحاجة ترجع تاني يعني على نظافة. وعايزاكوا بقى تشوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الأوضة كانت فين وبقيت فين. بصراحة يعني بعد ما نضفتها كده يعني راحة نفسية رهيبة. هي ما كانتش يعني مش نظيفة، هي كان بس فيها تراب.
عشان الشباك وكده بيدخل تراب، عشان انا فاتحه يعني فاتحه الازاز. وطبعا الشيش بيدخل ببقى سايباه يعني عشان يهوي الاوضه مبقاش مكتومه، فبيدخل تراب وبرضه انا الصبح اول ما بقوم بفتح الشبابيك عشان تهوي الدنيا، فاكيد التراب بيدخل. فهي المشكله كلها في التراب. كان صراحه مبهدل الدنيا خالص. وانا برضو حتى التلاجة في الاوضه دي برضو كانت متربة من فوق جامد جدا. فقلت بقى برضو انزل عليها من عليها الحاجة يعني اللي فوق، وامسح التلاجة من فوق عشان برضو كانت متربة. انا بجد بحب اخد يعني ما بحبش اقلب الشقة كلها مرة واحدة، بحب اخد اوضة اوضة والصالة وكده. يعني بحب يعني كل حاجة تبقى في يوم عشان ما بقاش ضغط عليا وكده. فلازم يعني مثلا اخد الاوضه انضفها تنظيفه كويسه مع باقي الشقه بقى يعني الف عليها كده لفه سريعه، ما بتبقاش محتاجه، ما بتاخدش مني مجهود كبير عشان هي تبقى متنضفه كويس. فان هي تنظيفه بقى سريعه كده يعني كنسل المكنسه على طول واروق الدنيا، ما بتاخدش مني وقت خالص عشان بقى منضفاها كويس. وانا الحمد لله يعني الشقه عندي زي الفل متظبطه كلها. هي بس الاوضه دي اللي ما كانتش نضيفه، فقلت بقى عشان لازم تبقى الشقه كلها نضيفه كده آه عشان ما يبقاش في حاجة مثلا نضيفة وحاجة مش نضيفة، لا تبقى لازم تبقى كلها نضيفة. هي بتتعبي مثلا يوم بس وبعد كده بترتاحي يعني، بس هو مفيش راحة عشان بنفضل كل شوية نروق، ما اكيد لازم عشان في حياة مثلا وطبعا الناس عايشة في البيت فلازم البيت يبقى مش متروق. وطبعا مش لازم تبقي مثلا مخلياه مسطرة على طول في على يعني طول الوقت. لا طبعا يعني بيتبهدل ونروقه في مثلا ايام ما بنبقاش قادرين نقوم من مكاننا. فعادي يعني الحياة كلها مش لازم تاخديها يعني جد بقى يعني وتضغطي على اعصابك، لا عادي يعني خالص. تتبهدل تقدري تعمليها ما تقدريش عادي ممكن تخليها تاني يوم. فاللي يقولك انا بيتي مثالي ومتنضف على طول ده بصراحة يعني بيكدب عليكي، مفيش كده خالص. طالما في حياة فلازم تبقى الشقة يعني عادي بتتبهدل عادي يعني، وفي اطفال وكده ده الطبيعي يعني. فاحنا على قد ما بنقدر بقى بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. هنا بقى طبعا جريت برضو التلاجة وكان فيها بقى تحتها تراب جامد جدا، فكنست كده بقى بكنس بالمقشة. وبعد كده بقى بمسح، ومسحت برضو السفل ده بحتة كده عشان كان عليه تراب. فقلت اعمله يعني بالحتة وكده، مش هينفع بالشرشوبة عشان اضمن ان هو يبقى نضيف. ورجعت بقى تاني التلاجة مكانها ومسحت الأوضة كلها. طبعا بقى ما عملتش الرغاوي والحركات دي عشان بصراحة يعني قلت في الأوضة فيها العفش الخشب والتلاجة عشان مفيش يعني حاجة تجيلها مية. فكفاية كده يعني اكتفيت ان انا اكنسها كنسة سريعة وامسح بالشرشوبة يعني. وحطيت بقى في المية اريال وكلور لازم عشان يعني تبقى الدنيا كده ريحتها حلوة ونضيفة. وبس بقى سبتها تنشف بقى براحتها لحد ما قلت اقوم اعمل كده الغدا احطه على النار. يعني النهارده كنت عامله مكرونه وبانيه، فقلت عقبال ما احط الاكل على النار اكون تكون الاوضه نشفت والستاره نشفت واخش افرش بقى مره واحده. بس فرشت بقى السجاجيد وعلقت الستاير ورجعت بقى اللعب مطرحها. هي الاوضه تحس ان هي مش منظمه شويه، بس هي دي قدرها بقى. هي يعني حاطه فيها اللعب وكده، فلازم ما اكونش يعني يعني مش لازم تكون متظبطه جامد يعني. فاهم حاجه ان هي تبقى نظيفه وخلاص. وهنا بقى طبعا رجعت الحاجه تاني فوق التلاجة اللي انا شلتها وانا بمسح التلاجة. وبس هو ده كان روتين النهارده بقى، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تنزلوا تحت تعملوا اشتراك ولايك للقناه، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد من قناه من بيت خلود خوخة تشانل. انا اسمي خلود وبيدلعوني خوخة اللي يعني ما يعرفنيش. انا خلود خوخة يعني. شوفوا بقى زي ما تحبوا. وان شاء الله اقابلكم تاني فيديوهات كتيرة وروتينات كتيرة وربنا يدينا الصحة جميعا ان شاء الله.